السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وعيد اضحى مبارك علينا وعليكم جميعا يا رب. وربنا يكتب لنا انا وانتم جميعا الوقوف على عرفه ان شاء الله السنه الجايه ان ربنا راد. العيد الكبير او العيد الاضحى يعني فته ولحمه، فته ولحمه، فته ولحمه. فقلت ان انا اعمل حاجه جديده ونغير قصه الفته واللحمه ديت كاول يوم كده شويه، ونروح لحاجه تانية جديده وهي ورقه اللحمه. بصوا بقى ورقه اللحمه دي عامله ازاي. بص الكلام ده عامل ازاي. ورقه لحمه بالخضار متبله ملح وفلفل وبهارات بس، على عجب الدنيا. عجب العجب العجب، تاكلها حاف من غير ولا اي حاجه. لو عايزين تعرفوا انا عملت ورقه اللحمه الجميله قوي دي، التحفه دي، ازاي؟ تابعوا الفيديو للاخر، متنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك. كل سنه وانتم طيبين. نحط بقى زيت زيتون في الطاسه. هنحط مكعب زبده. عندي بقى اللحمه الشرايح، جايبها جاهزه متقطعه طبعا. اول ما الزبده تسخن هنزلها عليها، نديها تشويحه كده. نديها رشه ملح على كل حته كده. ورشه فلفل. ورشه من البهارات المشكله. واول ما تاخد لون من تحت هنروح قلبينها ونتبلها على الوش التاني. واول بقى ما تطلع بالشكل دوت وتاخد اللون والتحميشه دي، هنطلعها في طبق. بعد ما شلنا اللحمه بقى هنضيف الخضار بتاعنا. عندي بصل مقطعه حلقات، وعندي فلفل اخضر وفلفل الوان وجزر، وعندي بطاطسيتين مقطعهم مكعبات. وهنقلب الكلام ده كله مع بعض ياخد تشويحه. اخر حاجه بقى عندي طماطمايه مقطعها طرنشات. هنتبل بقى الكلام ده كله بشويه ملح، فلفل اسود، والبهارات المشكله. ونديهم تقليبه بقى لحد ما يتشوحوا مع بعض. هنا بقى بعد الخضار ما استوى، جبت ورقه فويل وحطيت عليها ورقه زبده. واحط الخضار بتاعي كده اهو. احط نص كميه. نجيب بقى اللحمه بتاعتنا اللي احنا شوحناها وافردها كده عليهم كده. شايفين شكلها جامد ازاي؟ شكلها حلو جدا. والزبد دي بقى خليها ده فوقها كده اهوت. الحاجات دي ما بتتسابش. وننزل بقى باقي شو كميه الخضار اللي موجوده معانا على الوش. الريحه عايز اقول لكم تحفه تحفه.
نحط بقى مكعب زبده كده صغير على الوش، ونقفل الورقه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نقفلها حلو كده بالفويل. نقفلها حلو جامد كده اهو، عشان تكتم الحراره جواها والسوائل تسويها حلو. عندي بقى الطبق الفويل ده كده، هحطها جواه. نحط شويه ميه صغيرين هنا اهو كده، وشويه ميه الناحيه التانيه كده اهو بق صغير، عشان بس الفويل ما يتحرقش مع بعضه. ونحطها الفرن درجه حراره 180 ل 200 لمده ساعه، ونطلعها نبص عليها. طلعت بعد ساعه وربع بالظبط. تعالوا بقى ايه نفتحها كده، وخلي بالكم وانتوا بتفتحوها عشان البخار. الله على الريحه، شمه. اوه يا سلام على الجمال، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي والريحه التحفه دي يا جماعه. الجمال ده لوحه فنيه. تعالوا بقى نشوف السوا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اه اهي، اهي اهي دايبه اهي، اهي. السكوت عامل ازاي، يا سلام، ريحه تحفه تحفه. العب يلا، العب يلا. انا مش قادر اقول، قسما بالله انا ما قادر اتكلم. هنبص البطاطس اهي، بص دايبه بقى اهي، اهي بص دايبه. لحمه كمان. تحفه تحفه يا جدعان، تحفه تحفه تحفه. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. سلام.